قال رحمه الله تعالى: وتعبأت قريش أيضا، أي تجهزت واستعدت للقتال، وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 100 فارس في مقابل 50 فارسا في المسلمين كما مر معنا. فتجهزوا وتهيأوا للقتال وهم 3000 وفيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. قال: وكان أول من برز من المشركين يومئذ أبو عامر الراهب، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان رأس الأوس في الجاهلية، وكان مترهبا. فلما جاء الإسلام خذل فلم يدخل فيه، وجاهر النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم، أي يحضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضهم على قتاله، مع ما هم منطوون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحنق. يعني هم أصلا في غاية الحنق والغيظ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام بعد غزوة بدر الكبرى. فإضافة إلى ما هم عليه من حنق، كان ذهب إليهم هذا الفاسق يؤلبهم ويحرضهم على مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم أنه يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء. قال: إذا وصلتم إلى المدينة فقومي وهم الأوس سأستميلهم ويناصرونكم، ويكونون يدا واحدة معكم في مقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وعدهم أن يستميل لهم قومه من الأوس يوم اللقاء حتى يرجعوا إليه. فلما أقبل في عبدان أهل مكة، عبدان جمع عبد، يقال عبدان بضم العين، وأيضا يقال عبدان بكسرها، جمع عبد، وعبد يجمع على صيغ عديدة، منها هذه الصيغة عبدان وعبدان. فلما أقبل في عبدان أهل مكة والأحابيش، وعرفنا من هم الأحابيش قريبا في كلام ابن إسحاق وتوضيح ابن هشام له، تعرف إلى قومه أي الأوس، فقالوا له: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق، لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وهو كان يطمع أن يستميلهم ليكونوا يدا مع المشركين في قتال النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وعد المشركين بذلك. فقالوا: لا أنعم الله لك عينا يا فاسق. وروي أن الذي لقبه بالفاسق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة وكراهية وبغضا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. يعني كانوا يتوقع أنهم ربما أنهم يطاوعونه وأنه يتمكن من استمالتهم، فلما سمع منهم هذا الكلام قال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتل المسلمين قتالا شديدا، يعني دخل في المعركة وقاتل قتالا شديدا. هذا أبو عمرو الراهب، مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، دخل المعركة وكان أول من تقدم للقتال، وقاتل قتالا شديدا في بغض وكراهية للمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، ونجا في تلك المعركة ورجع إلى مكة. ولما فتحت مكة لا زال أيضا على بغضه وكراهيته
للإسلام وللمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة ولى هاربا إلى الروم بالشام، وبقي هناك كافرا إلى أن هلك هناك ومات هناك. في معركة أحد كان من ضمن المسلمين وممن أبلى في القتال مع المسلمين بلاء حسنا ابنه حنظلة ابن أبي عامر، وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه في هذه المعركة. قتل شهيدا في هذه المعركة، يخرج الحي من الميت. فابنه حنظلة في تمام النصرة للإسلام والمسلمين والمناصرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل والده من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين لمقاتلة المسلمين في هذه المعركة. وابنه حنظلة ابن أبي عامر قاتل قتالا عظيما في هذه المعركة وأبلى بلاء حسنا فيها، وقتل فيها شهيدا رضي الله عنه أرضاه. وجاء في بعض الروايات، وذكر هذا أيضا في ترجمة في الإصابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الملائكة تغسله رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يلقب بغسيل الملائكة. يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت الملائكة تغسله. ولما سئل أهله عنه قالوا: خرج إلى المعركة جنبا، يعني من لأنهم خرجوا تجيشوا ليلا واستعدوا ليلا، فخرج إلى المعركة جنبا وأبلى فيها بلاء حسنا، وقتل رضي الله عنه، وغسلته كما جاء في بعض الأخبار الملائكة، ولهذا يلقب بغسيل الملائكة. حنظلة هذا هو ابن هذا الفاسق أبي عمرو الراهب، الذي كان من ألد الأعداء وأشد الخصوم وأول المتقدمين في معركة أحد لمقاتلة المسلمين والتحريض عليهم.